قولي حضرتك ايه اللي حصل؟ هو الموضوع ابتدى ان ادهم اصلا المفروض في مدرسه داخلي. انا فهمتش ليه داخلي عشان هي نظام تعليم مختلف كده عن الثانويه العامه، بس ليها شروط خاصه، يعني بتاخد تقريبا على مستوى الجمهوريه 2000 طالب بس. لازم يبقى شاطر قوي. وليها اختبارات خاصه مش اي حد بيدخلها. والاقامه فيها بتبقى من السبت للخميس، ولما بيكون عندهم مذاكره او ضغط امتحانات ما بينزلوش غير بعد اسبوعين. ايه سبب انك دخلتي المدرسه دي؟ يعني كنت عايزه مستوى تعليم ارقى او حاجه مختلفه. لكن ما كانش يهمك ان يعني انه يوحشك او يبقى بعيد طول الاسبوع او كده؟ كان يهمني انه يبقى عنده مستقبل افضل. والمفروض ان انا كنت مطمنه عليه على اساس ان احنا في الانترفيو، المديره يعني واحنا في الانترفيو بتكلمني وبتقول لي شايفاكي متوتره. قلت لها اول مره هيسيبني ويبقى في مكان بعيد. قالت لي انا هنا اصلا مكانك يعني، ومكتبي مفتوح في اي وقت لغايه الساعه 10 بالليل، لان انا مقيمه معاهم في السكن. وبعد كده اي طالب بيحتاج اي حاجه وبيرن عليا بنزله. طب وايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ادهم كان مقيم تقريبا في المدرسه بقاله اسبوعين منزلش عشان عنده مذاكره. وبعدين نزل الاجازه المره دي عند جدته لانها عايشه لوحدها. عنده كام سنه؟ عنده 16 سنه و4 شهور. وبعدين يعني لقيت ماما بتكلمني وبتقولي ان هو نايم وقت طويل. قلت لها ده المعتاد، لان نظام الدراسه يوم طويل هناك وبعد كده بيبقى عنده مذاكره، بيبقى جاي مرهق. وطبعا احنا في اكتوبر او نزل يعني عند والدتي القاهره وجاي من بني سويف، فغالبا ده بيبقى العادي انه ينام وقت طويل اول ما بيرجع. بس قالت لي الجمعه كان تمام مفيش مشكله خالص. وبعدين السبت لقيتها بتقولي ان هو رجع على مامتك؟ ليه؟ علشان هي ست كبيره وعايشه لوحدها، فكان المفروض عايش معاها؟ لا لا لا، هو بيقول لي يا ماما يعني انتي مره وتيتا مره علشان اونسها. لكن هو مش عايش معاها ولا حاجه، عشان هم اشاعوا ان هو عايش مع جدته. هو يعني بار بجدته جدا ومرتبط بيها هي وخالاته، وبما انها زي ما بقول لحضرتك كده عايشه لوحدها، فقال يعني يروح لها المره دي زياره. بس طبعا عشان كان بقاله اسبوعين مقيم فمعاه لبس كتير جدا عشان المغسله غالبا بايظه طول الوقت في المدرسه. فلقيتها بتكلمني وبتقولي انه جايب لبس صيفي، وطبعا كانت دخلت الشتاء ومعاه لبس شتوي واللاب والحاجات يعني الادوات بتاعته كده، فالشنط تقيله. خلي بابا يجي عشان يركبوا الباص، المفروض انه بيطلع من المنيب. فبابا راح له ولقى داخل عليه دور برد عادي. كلم المشرف بتاع الباص وقال له انه ادهم داخل عليه دور برد، فراح قال له خلاص سيبه يريح النهارده وهاتهولي بكره قبل 8 الصبح، لان الاسبوع ده كان عندهم امتحانات. كان تعبان عنده برد يعني؟ كانت بدايه برد. بس قال له خلاص تمام هجيبهولك انا بكره المدرسه الصبح. وبعت له رساله كانت تقريبا 8. قال له احنا قدامنا 10 دقايق. قال له خلاص توصلوا بالسلامه، اللي هم نزلوها على الجروبات دي. بس بابا دخل استنى لغايه ما ادهم طلع السكن، طلع شنطه ونزل طلع المدرسه يعني عشان يبتدي الامتحان وكده، وقعد معاهم شويه. اللي هم قالوا انه اتفاجئوا ان الاب رايح بالولد، وعشان يتفاجئوا عملوا له كوبايه شاي وقعدوا يضيفوه، واطمن ان الولد خلاص تمام. وبعدين مشي شويه، ولا اداره المدرسه بتكلمه وبتقول له تعالى خده بس هاته كل يوم الصبح الساعه 8. مشي دي مش هو كان المفروض هيجي ويرجع تاني الساعه 8 الصبح تاني يوم؟ لا هي مدرسه داخلي، بقول لحضرتك الاقامه فيها من السبت انا فاهمه، بس كان انت قلتي ان يوميها استأذن ان هو يمشي صح؟ يمشي منين؟ من المدرسه؟ لا لا ده الاقامه ده ممنوع الخروج اصلا لاي سبب من الاسباب. ماشي. بمجرد انه دخل المدرسه ما ينفعش. وهو اتصلوا بيه قالوا له ايه؟ تعالى خده وهاتهولنا كل يوم الصبح على الامتحان. طب ده انا بقول ما هو احنا اصلا ساكنين في القاهره، يعني كل يوم ياخدوا يرجعوا القاهره. فرفض قال لهم لا. فقال لهم احنا مش من نفس المحافظه. صعب ان انا اخده وارجعه كل يوم الصبح على الامتحان.
وحتى لو واحد داخل عليه دور برد عشان ارجعه واوديه كل امال يوم. مين اللي محدد له الادويه طب اللي ياخدها ولا؟ المفروض طبيبة المدرسة. لكن انتوا ما كنتوش يعني بتدوا حاجه قبل ما يروح؟ لا، اللي هو بقى اعشاب، ينسون، الحاجات اللي هي بتبقى في ليمون. بس. وبعدين قالوا خلاص تمام، احنا كشفنا عند طبيبة المدرسة يعني، وقالت ان هو عنده دور برد عادي، وكتبت له 4 انواع ادوية كده اللي هو يعني انتيبيوتيك مع تطمينات. وقالت له خد الدواء بصودا، لان هو قال لها عندي صعوبة في بلع البرشام. بس. واعتمدنا على ان خلاص في طبيبة شافته يعني وشخصت الحالة انه برد. وبعدين اليوم مشي تمام، وادهم امتحن، وكلمته اكتر من مرة وبعد ما جابوا الدواء اتصلوا بصيدلية يعني وطلبوا له الدواء، كلمونا وبعتنا لهم فلوس الدواء. كلمته قال لي انا خلاص تمام ومفيش مشكلة. وفضلت متابعة معاه لغاية تاني يوم الصبح اللي هو كان يوم الاثنين. كلمته تقريبا 7 قبل ما يروح بقى الامتحان. وكان في واحد يعني بس صوته بعيد شوية، بقول له ده مين؟ قال لي عم ابراهيم. حتى كلمته عم ابراهيم ده وقلت له من فضلك اعمل له ينسون او حاجة عشان عنده برد. قال لي تمام. وبعدين المفروض بقى انه طلع الامتحان يعني، ما كلمتوش تاني في الوقت ده. كلمته الساعة 10 ما ردش، وبعدين كلمته 12 برضو ما ردش. فقلت يبقى ده كده لسه وقت، لان المفروض ان اليوم الدراسي تقريبا بيخلص 1:30 او 2:45. كلمته 4:15 رد عليا. وبعدين حسيت ان صوته مرهق شوية، بقول له مالك؟ قال لي ما باكلش خالص. الصبح برضو كان قال لي نفس الكلمة يعني. ليه ما بياكلش؟ انا عرفت بعد كده بقى ان هم كانوا عازلينه في اوضه لوحده، اللي هي الفيديوهات بتاعتها نزلت دي، وكانوا بيحطوا له الاكل على باب الاوضه لان هم خايفين يروحوا عنده على اساس انه عنده برد يعني، او عنده فيروس اللي هو معدي او حاجه. فما كانش بيبقى عارف ان في اكل عنده. بس. وبعدها تليفونه اتقفل. يعني نبتدي من حيث انتهت الأم، إن هو كان تعبان، والمدرسة كتبت على جروب إن هو لازم يروح الامتحان، وإن هو لو عنده برد يروح، لو عيان يروح. قالت لي حاجة غريبة جدا، قالت لي إن لو عنده كوفيد هيروح بس هيعزل. راح المدرسة اتعزل في أوضة غير لائقة خالص، مش نظيفة على أقوال أصحابه، بشهادات زمايله. قعد 24 ساعة، وبعدين تاني يوم اتقفل تليفونه الساعة 4:15. قعد 24 ساعة بدون أي رعاية، والأوضة أصلا غير آدمية، يعني معهوش أدوية، معهوش حاجة ولا حتى بطانية. يعني هم رموه في، يعني سوري عزنا الله، يعني ما ينفعش حتى تحط فيها حيوان. وبقى اسألها على طب انتوا كنتوا جايبين له أدوية أو أي حاجة، وقالت لي لأ، هي مسؤولية المدرسة. الدكتورة كتبت لنا بالفعل، كتبت له على ورقة تقريبا جايباها من الزبالة، كتبت له الأدوية، وشوفنا حد مشكور من المدرسة جاب له العلاج وحولت له الفلوس. يعني موضوع عادي. واتعزل في اليوم ده. اتعزل بقى، ده شهادات زمايله للأسف، لأن احنا ما كناش معاه يعني. حتى كان في ولد تاني المفروض حضرتك ما تعرفش ان هو كان اتعزل يا فندم، زمايله اللي بلغونا. الولد التاني رفض ان هو يخش الغرفه دي لما لقاها بالمنظر ده. انا يعني ابني مش يعني عشان مشكلته ان هو مؤدب زياده عن اللزوم يعني، ما بيقولش لا لاي فقبل. ابني احتاج قلم رصاص، ما رضيش يطلبه من حد، وكلمني قال لي انا محتاج قلم رصاص. برغم ان انا قايل له في 5 في المدرسه، المفروض ان هم معرفه او زمايلي او فيهم ناس من البلد من عندنا. واستحى يروح يقول لواحد محتاج قلم رصاص. انا اتصلت على واحد فيهم قلت له معلش يا مستر مصطفى ادي الادهم قلم رصاص. قال لي يا راجل، هو اقسم بالله هو ما راضي يجي يقول لك على حاجه، ولا راضي يقول قلم رصاص يا استاذ. قعد في اوضه العزل، وتاني يوم الام بتقول ان الساعه 4:15 اتقفل موبايله تقريبا. يعني انا كنت بتواصل معاه، ووالدته بتتواصل معاه، هو مكلم خالته مكلماه
بس يعني مكلماها تقريبا 4 ودقيقة 4 والله، وحتى ما اعرفش، قلت لها ابعتها لي على الواتس، هبعتها لكم. عرفت ايه اللي حصل بقى يعني؟ طمنها عليه. ادهم كان يعني قليل الكلام، ما كانش بيتكلم كتير. يا هل حكوا لك تعب ازاي، لجأ لمين، ايه اللي حصل؟ دور برد والله يا استاذه. هو لا انا فاهمه ساعتها بقى لما فكروا ينقلوه مستشفى بعد 4 دي اشتكى من ايه؟ بعد الساعه 4 وثلث تقريبا او 4 وشويه الله اعلم امتى التليفون اتطفى. انا اساسا بعديها بقى ما شفتوش الا في المستشفى معاهم. مين اللي كلمك عشان تروح المستشفى؟ الاخصائي الاجتماعي اللي هو اصر، هو المديره والمدير الاداري، عشان انا اوديه الامتحان. يعني هم اصلا انا لما بعت له صوره ابني وهو تعبان، قال لي يا باشا خليه يرتاح، لان كان فاضل ساعه على ميعاد الباص اللي هو بيركبه من المنيب. قال لي يا باشا خليه يرتاح عندك وهاتهولي الصبح قبل الساعه 8. واكبر دليل اللي يعني ربنا الحمد لله يعني ساترها معانا، انا بقول له قدامنا 10 دقايق ونوصل، قال لي توصلوا بألف سلامه، وعملت له قلب. الصوره موجوده معايا، ولا الكات اللي هو عامله ولا واخده حلو. كلم حضرتك قال لك ايه بقى الاخصائي الاجتماعي؟ لا في المره الثانيه تاني يوم بقى لما حالته يعني دهوروها. قال لي الحق ابنك واقع. واقع يعني ايه؟ مغمى عليه له يعني؟ ماله يعني؟ قال لي ابنك تعبان، وخدوه وطلعوا بيه على المستشفى. هبعت لك رقم المشرف، بعت لي رقم. ما قالكش بقى تعبان ازاي، اغمى عليه، سخن، ايه اللي حصل؟ والله يا استاذ والله. بس هو كل اللي قاله لي، قال لي ابنك واقع. رحت المستشفى بقى طبعا لا ما انا ما اعرفش هو رايح فين، فقال لي هبعت لك رقم المشرف. حتى هو بعت لي رقم حد في الاول، اتصلت عليه رد عليا ايوه يا ابني مين معايا؟ قال لي ما اعرفش، محمود صلاح. بقول له انا والد ادهم، ابني بيموت معاك. فالولد ضحك، فبقول له هي دي حاجه تستدعي الضحك؟ بقول لك ابني بيموت. قال لي لا انا مش معايا ادهم اصلا. شويه رنيت على الاخصائي الاجتماعي، يا عم مين اللي طالع بابني يا عم سليم؟ قال لي طب ثواني هتاكد مين اللي طالع. يعني هو حتى ما كانش عارف، اقسم بالله العظيم. وانا كلمت المديره بقول لها عندك ادهم تعبان وطالعين بيه على المستشفى. قالت لي ادهم مين ومستشفى ايه؟ ما كانش المديره كمان، اقسم بالله العظيم ما كان مين عندها اللي كان واخد قرار انه يتنقل؟ والله يا فندم ما عارف. يعني انا بقول لها ازاي مديره وازاي مديره مدرسه داخلي وعندك حاله طالعه على المستشفى ومحدش بلغك وما عندكيش علم؟ اقسم بالله العظيم ده اللي حصل. المدير الاداري هو منه لله ما رضيش يطلب سياره اسعاف عشان خاطر ما يعملش اثبات حاله عنده في المدرسه، فودوه في عربيه سوزوكي. وبعدين بس طبعا هو طبعا كون ان يعني عزنا الله يعني انسان تعبان، ما حطش اكسجين، ما حطش حاجه، مفيش اي رعايه خالص. ما هو لو هو قضاء الله ده فوق دماغنا، احنا خلاص راضيين وعارفين ان هو ربنا مصطفيه واختاره من 11 واحد كانوا مصابين ولا كانوا تعبانين، وفيهم ولد اللي هو رفض يخش الاوضه دي ورجعوه غرفته. خلاص ابننا ربنا مصطفيه عشان خاطر الشهاده، هو خارج رايح في طلب العلم، وكل هدفه اللي هو نزله معايا وطلعنا سلم عبود ده ولا كوبري عبود، ونزلنا وركبنا مواصلات لغايه رمسيس، وبعدين قالوا الموقف اتنقل احمد حلمي. كل ده مشي واخده بيه مشي وماشي معايا ما فيهوش حاجه. ركبنا عربيه بني سويف ونزلنا بني سويف، ركبنا سرفيز لمكان تاني وخدنا التاكسي. يعني انا ابني دخل على رجليه وطلع السكن، طلع شنطه ونزل على قاعه الامتحان. يعني انا ابني المراقبه عليه ولا الملاحظه عليه المدرسه تواصلت معانا وقالت انا هشهد. لما رحت المستشفى قالوا لك ايه؟ انا لما رحت المستشفى لقيت ابني شبه منتهي اصلا بنسبه 80% 85%. بعت لي رقم حد تاني تواصلت معاه، مين؟ اسلام. يا اسلام انت رايح فين؟ قال لي انا رايح على المستشفى العام. رحت لهم. انت حضرتك بتقول المدرسه هتشهد بايه؟ تشهد بما يرضي الله، باللي تعرفه واللي شافته على ادهم يوم الاحد اللي هو اللي امتحن فيه الماده الاولانيه اول يوم. انه كان تعبان يعني؟ لا يا فندم ما كانش تعبان، قالت انا كنت عليه في اللجنه. يا استاذه هو عنده دور برد زي اللي بيجي للناس كلها، مصر كلها عندها برد دلوقتي. ايوه هم قالوا لك ايه حالته تدهورت قوي كده ليه؟ حالته تدهورت من البيات في العزل ده يا استاذه، من واحد يعني عزنا الله، لو عندك كلب وتعب اساسا هتاخديه وتروحي بيه للدكتور البيطري، انما مش تكتبي له على ورقه وتقولي مثلا. هو الولد كان من اول يوم، انت عارفه لو عملوا اللي عليهم واسعفوه وعملوه معامله البني ادم انا كنت هشكرهم. يعني النيابه بتقول لي هتتهم حد من المستشفى من الدكاتره؟ قلت له اطلاقا. الدكتور انا اشيل جزمته فوق دماغي، لان هو 21 ساعه بيحاول يسعف ابني، بس هيسعف ايه ولا ايه بقى؟